السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نوجد معكم الشوربة اللي كتجي الشوربة ساخنة، يعني تشيشة ديال الشعير أو البلبولة ديال الشعير. تبع معايا بمقادير طريقة التحضير. غادي نبداو بسم الله على بركة الله. هنايا عندي قرافص اللي قطعتهم على هذا الشكل هذا، وهنا غادي نحتاج واحد البصلة غادي نقطعها حتى هي مكعبات. غادي نزيد لها شويش ديال الماء. دابا غادي نطحن كلشي. غادي نزيدو زلافه ديال مطيشه محكوكه، وغادي نزيد زلافه ديال القزبر ومعدنوس. عندي مغروفه كبيره ديال السكنجبر، راس مغروفه كبيره ديال الخرقوم، راس ملعقه ديال الابزار، شويه ديال القرفه، ملعقه ديال هاد راس الحانوت اللي كنهضر لكم عليه دائما، اللي كيتباع في البازارات يعني عند الجزار. هذا راه ماشي قوي في حال ديوز الحوانت اللي كنعرفوا. مغروفه كبيره ديال الملح، واحد الضمه ديال الكنور ديال البقر، شويه ديال السمن. اللي ما عندوش يقدر يكتفي غير بكنور ديال السمن. صافي غادي نحرك كلشي مع بعضياته هكذا كيف ما كتشوفوا، وغادي نعملو فوق البوطه حتى يتشحر معانا مزيان مزيان. ومن بعد غادي نضيفو له البلبوله ديال الشعر. هنايا عندي انا 250 غرام ديال الشيشه اللي كنغسلها مزيان مزيان، وكنزيد عليها الماء غليانين بزاف بزاف باش كتشرب على ما تشحر معايا الترميله ديالها. صافي هنايا من بعد كما كتشوفوا من بعد ما خليناها كتغلي غادي نزيدوا لها ديك الشيشه، غادي نزيدوها طبيعه الحال من بعد ما غسلناها مزيان بالماء غليانين. صافي غادي نحرك هكذا شويش، وغادي نزيد نمرق بالماء يكونوا حتى هما غليانين يعني سخونين بزاف. الا كنتو ما زربانينش فيها يعني عدلتوها على بكري غتخليوها طيب على خطر خطره، واذا كنتو زربانين فيها غادي تشدوا لها 10 دقائق بزاف بزاف، 15 دقيقه كتكون طيبه. يعني نتوما وما بغيتو تشدوا لها كوكوط، بغيتو تخلوها مفتوحه. دابا انا غادي نخليها حتى طيب وتوجد معنا، وغادي نرجع معكم. بطبيعه الحال المرق يعني كتمرقه هنايا على حسب الشيشه اللي عملتي نتينا. الشكل النهائي ديال الشيشه ديال الشعير هو هذا. كتجي غزاله في هذا البرد هذا الشيء اللي كيصلح، كتجي لذيذه بزاف بزاف بزاف. جربوها وغادي تعجبكم، وانا متاكده غادي تعجبكم. بارطاجيوها مع الحباب ديالكم. وهنايا كنكونوا وصلنا للنهايه ديال الفيديو، وخليتكم في امان الله حتى الفيديو الاخر ان شاء الله يا رب.